انا منى عندي 25 سنه، متجوزه وقاعده عند ماما علشان غضبانه من جوزي لانه عنده عيب ومش بيخلف. وفي يوم قلقت من النوم وكنت داخله الحمام، سمعت صوت غريب خارج منه، استغربت لان الساعه كانت 4 الفجر والكل نايم. قربت من الباب سمعت ماما بتطلع صوت غريب وبتتقلب. بصراحه كان عندي فضول، ماما مالها؟ يا ترى فيها ايه؟ انا بجد مخضوضه عليه. مسكت اكره الباب ولسه بفتح كان الموبايل معاها في الحمام ورن. سمعتها ردت وقالت انا حاولت كتير انما مش عارف اتصرف وخلاص امر هيبان وهتفضح قدام جوزي وولادي. وسمعتها بتصرخ بصوت ضعيف. انا اتصدمت ومعرفتش في ايه وبتكلم مع مين. دخلت اوضتي وانا في حاله ذهول ومش عارفه في ايه، وقلت لما ماما تخرج من الحمام هسالها عشان اطمن عليه. خرجت ووقفت على باب الاوضه بس ماما طولت في الحمام جدا، وفجاه شفتها خارجه بتتسند ووشها اصفر زي الليمون. قربت منها بس عملت نفسها كويس وقالت ان معدتها رجعت تعبتها من تاني. وطبعا انا عارفه انها كداب لاني سمعتها بتكلم حد في الموبايل وكلامها كان غريب. رجعت اوضتي وفضلت افكر ترى ماما مخبيه عليا ايه؟ ده انا بنتها الوحيده على 2 شباب. وقلت لنفسي مفيش غير حل واحد، ان اراقب تصرفات واعرف في ايه بالظبط. واتسحبت ودخلت الحمام لقيت حاجه غريبه، ومن اليوم ده وانا براقب ماما ولازم اعرف وراها ايه. دخلت نمت كالعاده ولما صحيت لقيتها مش موجوده في البيت خالص، بس تليفونها كان في الاوضه. مسكت الموبايل وفضلت ادور فيه وما لقيتش حاجه، بس قدامي حل واحد مفيش غيره، ان افتح الواتس بتاعها على الموبايل يمكن اعرف حاجه. حاولت افتحه ما عرفت. اتصلت بصاحبه عمري دعاء واستنجدت بيها وقالت لي ازاي افتح الواتس بتاعها عندي، وعرفت الخطوات وبالفعل فتحت. وفضلت ماسكه الموبايل عشان اعرف اي خيط وامشي عليه ومفيش حاجه. انا هتجنن بجد. بعدين هي راحت فين على الصبح كده وسايبه الموبايل بتاعها؟ خرجت البلكونه وقلت استناه، وقفت اكتر من ساعه. فجاه وانا واقفه في البلكونه الباب اتفتح وكانت ماما. انا استغربت، ما انا واقفه بس هي ما دخلتش قصادي العماره. بس اللي اكتشفته ان ماما ما خرجتش اصلا بره العماره. بس هتكون عند مين؟ ده العماره لسه جديد ومفيش غير نحو و2 سكان كمان تقريبا، منهم عروسه وجوز وراجل كبير قد جد. يبقى مين؟